طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص، لحد دلوقتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، خلينا نشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان ياللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة، بتتكلمي على ستك ام ساجدة. تقارير تثبت بان انا صحتي قوايا العقلية ما شاء الله، يعني الحمد لله. مروة اختي يا جماعة وانا ادرى بيها منكم، فبعد اذنكم خدوها على قد عقلها، لان هي بتتعالج اصلا نفسيا وبتاخد مهدئات. الموضوع دخل في الجد بعد ما كانت الحكاية ابتدت بكلام مرسل، كلام ما بين الواقع وما بين الكذب، مش عارفين ومش متأكدين، لكن خد في الانتشار حيز. بالإضافة ان عدد كبير من المشاهدين ومستخدمين التواصل الاجتماعي ابتدوا يصدقوا القصة. ده نصدق، اصل وفاء عامر كان عليها قضية زمان قديمة لو تفتكروها، او لو مش فاكرينها بلاش كلام فيها، لكن خلونا في القصة الجديدة. وفاء عامر، مروة بنت مبارك او اللي بتنسب نفسها للرئيس مبارك، اتهمتها اتهام مباشر هي وام مكة وعدد كبير من مشاهير التيك توك بالاتجار في الاعضاء. يعني وفاء عامر كانت السبب ان ابراهيم شيكا يبيع فص من الكبد بتاعه ويبيع كمان كليته. طب ايه الدليل وايه الحكايه؟ لا، قبل ما ندخل في الدليل والحكايه احب اقول لحضراتكم ان مروه نفسها اتقبض عليها اثناء بث مباشر على التيك توك. ايه اللغز وايه الموضوع؟ اهلا بيكم مع يونس محمد. هناخد الموضوع بالتسلسل كده عشان اللي مش فاهم الحكايه من اولها. بدايه الحكايه هتبتدي من عند واحده اسمها مروه على التيك توك. مروه دي بتقول انا بنت الرئيس حسني مبارك لكن هو مش معترف بيا. ماشي، ما علينا يا ستي، انت بنت وكل حاجه، مع ان الرئيس مبارك معروف في عياله مين وابن رئيس الدوله. يعني خلونا بس كده ناخدها على عد عقلها ونمشي معاها واحده واحده. طلعت في بث مباشر وقالت انا عارفه كل الاسرار والخبايا بتاعت ابراهيم شيكا وعدد من مشاهير التيك توك اللي بيشتغلوا في تجاره الاعضاء، على راسهم وفاء عامر. حلو، وفاء عامر عملت ايه؟ بتقول لك بقى اللي هي اقنعت مرات ابراهيم شيكا اللي هي تبيع كليه وفص من الكبد الاتنين مره واحده. اللي الواحد اللي بيبيع الكليه ده بتبقى حالته الصحيه متدهوره، لا بتقول لك اللي هي اقنعتها عشان كده كده هو منتهي، فناخد منه كليه وناخد منه فص كبد. ماشي، وبعدين فلما باعتهم الفلوس بانت عليهم، لكنهم دخلوا في خلاف بعد كده مع بعض عشان توزيع الفلوس. ومش هي لوحدها وفاء عامر اللي شغاله في القصه دي، ده انت شبكه كبيره، منهم مداهم، منهم ضابط الشرطه المفصول، منهم جابت ناس كتير. الموضوع ده بقاله تقريبا اسبوع على التيك توك. الموضوع طلع من التيك توك دخل لليوتيوب والفيسبوك، والناس كلها بقت تتكلم على وفاء عامر، وده اللي خلى وفاء عامر تطلع ببيان رسمي وتتهم اتهام مباشر او 4 اتهامات للبنت اللي اسمها مروه مبارك. مروه مبارك بقى طلعت واعلنت وقالت انا موجوده وانا محدش يقدر يقبض عليا. عشان كده في اخر بس ليها لما جرس الباب رن وبعدها اتقطع البث، الكل قال لك ده اتقبض عليها. هجيب لكم الفيديو ده، بس قبله اختها اخت مروه دي طلعت اتكلمت عليها ووضحت بعض الحقائق. كنا محتاجين حضراتكم تشوفوا الفيديو ده. مروه اختي يا جماعه وانا ادرى بيها منكم، فبعد اذنكم خدوها على قد عقلها، لان هي بتتعالج اصلا نفسيا وبتاخد مهدئات، والسبب ان جوزها يطلقها بسبب ان هي كانت بتخنق عيالها بالليل، ولو عيل فيهم عمل بتبيع على نفسه بتمسكوا تموتوا بالحزام وبالخرزانه يعني. فانتوا هتستنجدوا منها. يعني انا لما كنت بروح انام عند امي ليله وانا غضبانه كانت مروه بتقوم تخنقني بالليل. فهي مروه تعبانه نفسيا يا جماعه، بعد اذنكم محدش ياخد لها على كلام، وكفايه شتيمه، كفايه شتيمه في امنا وابونا، كفايه عشان خاطر النبي. هي تعبانه نفسيا، هي بتطلع تقول اي كلام في اي كلام وخلاص، ما تعرفش بقى مين اللي وداها ووززها على الكلام دوت وواخده فلوس مقابل. بكلمها امبارح تقفل في وش السكه بتقول لي انت كمان منهم. انا منهم؟ يلا ان شاء الله تنشكي في معاميعك يا بعيده، ربنا يهديك يا ياخدك يا مروه. دي اختها اللي
ابتدت بعد الفيديو ده ناس كتير تقول ده ممكن تكون عقلها مفوت، يعني ممكن تكون مروة دي عندها مشاكل نفسية وهي بتقول كده، والناس دي ملهاش علاقة. بعد ما في حملة تصديق، يعني حملة ناس كتير قوي صدقت واقتنعت بالكلام اللي قالته مروة دي على ابراهيم شيكا وعلى وفاء عامر ومراته ومداهم وعدد كبير من التيك توكر، الناس اللي شغالة في التيك توك. بالاضافة ان كان في فيديو قديم لدينا مراجيح، لو تفتكروها او لو مش فاكرينها، دي بنت غلبانه ظهرت على التيك توك والمنصات ديت، كانت الناس بتعطف عليها، كانت شكلها ممكن تكون مش قدر كافي من الجمال، لكنها اتوفت بمرض غامض بشكل مفاجئ. وجابوا فيها واحده اسمها دينا سلمى الرحاله. سلمى الرحاله دي برضو كانت بتعمل شاي وقهوه، ومره واحده ظهرت عليها الفلوس. فمروه بنت مبارك كانت جابت الفيديو ده. بدعيلك بس ربنا معايا، عشان امي عنده وابويا عنده وتوكلت على اللي عنده. يشفيكي ويعافيكي ويبعد عنك الوحش. انا كويسه هتشيلي باللي انت كل فيه ده، يا جايه هي في سويسرا تعالج. قالت لي يا سلمى روحي شوفي الدنيا وشوفي الاوضاع، واجي الاقيكي معزوله شويه عشان انت مش عاجباني. هتظبطي وتفوقي لحياتك، هنقلك في نقله ثانيه، وتسيبك من الصيع والبلطجه والكل اللي حواليكي بيشتغلوكي دول. زي ما انتوا شفتوا دينا مراجيح بتدعي والتانية بتقول لها فلوس من سويسرا. ده كله كان سبب اللي الناس تصدق مروة مبارك. لكن اخر بس مباشر ليها كان ده. نبي مدام انا مجنونه ومخي تعبان ومهوى، ده انا دخلت الامن الوطني، اقوى جهاز في العالم كله، وطلع اهو نفس اسلوبي، نفس طريقتي، نفس كلامي. بس انا شاكره الرئيس السيسي في حاجه، ان هو وقف جنبي، ان هو ثبت حقي، ان هو حميني بجد، ان هو واقف معايا للاخر، ان هو عشان اما يتثبت بنوتي لابويا، اما اخواتي يطلعوا يتهموني بالجنون مثلا، عنده تقارير تثبت بان انا صحتي قوايا العقليه ما شاء الله، يعني الحمد لله سليمه، وقوايا العقليه سليمه، ونفسيتي حلوه يعني مش وحشه، وده موجود في التقارير. انا تعرضت لكميه اسئله وتمارين رياضيه واسماء ومعقده وذاكره وترتيب حاجات ومش عارفه ايه، من دكاتره نفسيين، دكاتره بتاعت دكاتره نفسيين. انا تعرضت لاسئله صعبه محدش مع واحد عاقل ما يقدرش يحلها. انا برضو كان بيدوني مساله لازم احلها في وقت محدد، وكنت بحلها قبل الوقت المحدد، غير الالغاز اللي كانوا بيعرضوها، غير الاسئله ويقولوا كذا كلمه كده ورا بعض، ويقولوا لي قوليها بالترتيب في وقت محدد. في حد عاقل هيقول الكلام ده المتدهور عقليا؟ يا احمد يا وهبه اللي بتتهمني بالجنون، والبت الصايعه اللي انت ملزقها لي وتقول اختي مجنونه وبتخنق امها، دي واحده، دي طريقه واحده تتكلم، دي طريقتها زي وانا بخنقها. وامها مين؟ انا ما شفتش الست اللي منسوبه لها دي من 2017 غير مره واحده بس، وما شفتهاش تاني، وما اعرفش شكلها ايه، وعمري ما بت عندها ولا عمري رحت عندها اصلا. زي ما حضراتكم شفتوا البث قطع مرة واحدة بعد رن جرس الباب، والكل بيقول ما ظهرتش من ساعتها عشان اتقبض عليها. لحد دلوقتي ما فيش تأكيد او نفي من وزارة الداخلية المصرية اللي هي قبضت على البنت دي ولا لا، بس الواقع بيقول ان النيابة العامة بتحقق في 4 بلاغات قدمتهم وفاء عامر ومساندة نقابة الفنانين ليها طبعا، وعدد كبير من الفنانين اللي ساندوها من فضالي، ناس كتير دخلت وقالت وفاء عامر بنت ناس. لكن خلونا نختم بأم مكة وأم سجدة اللي دخلوا على الخط عشان يركبوا الترند. تخيلوا قالوا ايه للبنت دي. بقى بتجيبي سنت المساك ده، انت جيتي في طريق اللي ما بيرحمش، روحي لها بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان، يا اللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة، بتتكلمي على ستك ام سجدة. طب جبتي سيرة وفاء عامر؟
وفاء من خدت حقها معاكي بالقانون. جبتي سيرة ام مكة هكذا. انا بقى يا مرة يا عرة النسوان مش بتاعت واقع، انا بتاعت واقع. هتجيبي سيرتي؟ انت عايزة تصيطي؟ انا هصيطك يا عرة النسوان. عيني الاتنين عايزة تطلعي وتاخدي ريتش، هخليكي تاخدي ريتش على قفايا. انت هتدي محتوايا يا مرة يا عرة النسوان، يا مرة يا هل اديها يا مرة اللي ما تسويش في سوق النسوان. بصي بصلايا علي صوتك مش سامع. تجيبي في سيرة ستك ام ساجدة يا بت، انا بجيب قرش يا بت، بجيب الجنيه كده بعرق يا عرة، بسافر واتغرب يا عرة علشان خاطر اجيب قرش كده انا وعيالي على رجولة وجدعانة. يا مرة ده انا ب100 راجل يا مرة، يا مرة يا شنخورة، يا مرة يا شمامة، يا مرة يا فجرة يا قادرة. انا بقى هوريكي تجيبي سيرة ام ساجدة ازاي. انا هخليكي محتوية الايام الجاية دي. ده كله مجمل اللي دار خلال اسبوع خناقات دايره على التيك توك والسوشيال ميديا ما بين الفئه اللي حضراتكم شفتوها، وللاسف سيطرت وشكلت، ممكن نقول شكلت الرأي العام، ممكن نقول شكلت عدد كبير من الناس بقى عندها صورة ذهنية ان ابراهيم شيك الله يرحمه فعلا باع الكلى وفص من الكبد، وده كلام ملوش علاقة بالواقع ومش حقيقي. احب اقول لحضراتكم ما نمشيش ورا الشائعات، وكل جديد في قصة مروة بنت مبارك هجيبه لحضراتكم. كنت معاكم يونس محمد، اشوفكم على الف خير، السلام عليكم. عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان. انا عايز اعرف في ايه؟ طبعا كده زي ما انتوا شايفين الحوار كله كده اكتمل والفيديو خلص. فاللي حصل بقى شفته كده بالظبط، ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو. فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم خير.